السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نعمل أحلى سلطة فواكه، نفس الشكل ونفس تدريجة العصاير بتاعة المحلات. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. معايا فراولة مقطعاها مكعبات، وكانتالوب مقطعاها مكعبات، ومانجا، بس المانجا لازم نقطعها وهي مجمدة عشان نعرف نقطعها. ومعايا تفاح ومعايا موز. انا ما قطعتش التفاح والموز، مخليهم اخر حاجة خالص عشان هما لما بيتقطعوا ويتركنوا بيسودوا، فعشان كده هخليهم اخر حاجة قبل ما ابدأ. بالنسبة للفاكهة ضيفوا انواع الفاكهة اللي انتوا بتحبوها حسب رغبتكم. بعد ما اقطع الموز والتفاح هعصر عليهم نص ليمونة عشان لما يتركنوا وما يغمقش في كوكتيل. في الوقت ده اللي حابب يضيف سكر او عسل ابيض يضيف. انا هستكفى بالسكر اللي في العصاير، والفاكهة برضو مسكرة. هنضيف كله كده في بولة واسعة عشان نعرف نقلبه كويس. بالنسبة للفاكهة أنا ضربها في الخلاط ضرب بيوريه، يعني مخليها تقيلة. يعني هنحط الفاكهة وعليها كمية السكر المناسبة ليها، وهضيف عليهم معلقتين مية عشان بس تمشي في الخلاط. ما تزوديش مية عشان ما تبقاش خفيفة، عشان ما العصاير ما تختلطش ببعضها. احنا عايزينها تقيلة عشان تبقى تدينا التدريجة الحلوة كده زي بتاعة المحلات. هضيف شوية من عصير المانجا على الفواكه ونقلبهم كويس. ممكن تضيف الثلاث انواع عصاير بس يعني مش لازم. كده كده احنا هنضيفهم في الكوبايات. بصوا بقى انا هحطه في الكوبايات دي اللي هي الشفافة البلاستيك عشان تدينا نفس الشكل بتاع المحلات. الاولاد بيحبوا كده. هنضيف شوية من عصير المانجا وشوية من الفواكه، وهضيف عصير الجوافة. بصوا انا عشان كده قلت لكم اعملوا العصير تقيل عشان ما العصاير لما بنحطها كده بالتدريج ما تختلطش ببعض. وهضيف عصير الفراولة كده على الوش. التزيين ده بقى زي ما تحبوا، انا هزينها بالفواكه منها فيها كده. ممكن تحطي برضو كريم شانتيه او ايس كريم، بس طبعا يعني مش مستاهله ان احنا نجيب كريم شانتيه ونخفقه عشان بس ايه، نحط الروزتايه كده على الوش وخلاص، فمش مستاهله. انا هزينها بالفواكه وهتبقى شكلها جميل برضو. ممكن بدل عصير الجوافه يبقى عصير موز، اهم حاجه يبقى عصير لونه ابيض كده عشان يدينا نفس الالوانات الجميله اللي تبقى في الكوكتيل. وهحط برضو في البولات الازاز دي. اهم حاجة يا جماعة تبقى في حاجة شفافة او حاجة ازاز عشان تبين الوانات الفاكهة الجميلة دي، والتدريجات بتاعت العصير. الكوكتيل ده بيبقى طعمه جميل جدا، وبيتاكل ساقع وبيبقى منعش كده وحاجة ترطب على القلب في الصيف. جبت بقى فراولة سليمة، قطعتها شرايح رفيعة كده عشان تدينا الشكل ده، وزينتها برضو بشرايح تفاح. بصوا بقى الشكل جميل جدا، والكوبايات الشفافة دي مديها الشكل زي بتاعت بره بالظبط. والعصاير ما اختلطتش في بعض، وكل طبقة كده لوحدها. وطبعا ضامنة نظافة العصاير والفواكه، حاجة كده عاملينها بإيدينا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتنوروني ولايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.